لو عايز تطلّق دلوقتي لازم تعمل حسابك في نُص مليون جنيه. أنتِ عارفة إن لو جوزِك اتجوّز عليكِ في القانون المصري ومن غير علمِك تقدري إن أنتِ تاخدي منه كل حقوقِك اللي هي نفقة العدة والمتعة والمؤخر؟ لو طلّقت مراتك هتاخد نُص ثروتك. طبعًا كلّكم بتتفرّجوا على الفيديوهات دي وعلى فيديوهات تانية لزُملا كتير جدًا وهُم بيتكلّموا وبيقولوا الموضوع ده، فتسمع تقول الله المحامي ده بيقول هاخد نُص مليون جنيه وأنتِ حياتِك مستقرة وهادية، فتروحي تقولي إيه، لأ ده أنا هالجأ للمحكمة عشان آخد من زوجي. يا جماعة إحنا بنتكلّم عن حالات معيّنة، حالات أو قضايا أو قانون الأسرة فيه مش هاقول مئات، آلاف الحالات، كل حاجة مختلفة. أنتِ النهارده على سبيل المثال لو النهارده زوجِك راجل على باب الله وبيقبض باليومية وراجل أرزُقي يعني زي ما بيقولوها كده بالبلدي، بياخد في اليوم 150 والّا 200 والّا حتى 500 جنيه، يعني في الشهر بيتحصّل على من 3000 ل5000 جنيه تقريبًا حد أقصى في الشهر، إزاي هتاخدي منه نُص مليون جنيه؟ إزاي؟ إحنا بنتكلم عن بعض الحالات، بعض الحالات مش لازم برضه تكون حالتهم قوية جدًا أو هو بيدخل له 20,000 جنيه في الشهر أو كده عشان تاخد النُص مليون جنيه، ولكن بيبقى ليها عدة عوامل وحسبة معيّنة، سنين جواز، على مُرتّب، على نفقة، على الكلام ده كلّه، وفي الآخر بتدّينا النتيجة دي. فحضرتِك ما تبُصّيش للفيديوهات بتاعتي أو بتاعة أي زميل وتقولي أنا عايزة من ده، لأ. أنتِ حضرتِك احسبي الحالة اللي أنتِ فيها، وشوفي أصلًا حياتِك المستقرة إن شاء الله ربنا يهدّي سركم، لو أنتِ عايزة تلجئي للمحكمة احسبي الموضوع على حالتِك أنتِ مش على الحالات ولا الفيديوهات اللي أنتِ بتسمعيها، وعمومًا ربنا يهديكم ويهدّي سركم ويبعد عنكم أي شر.